طبعًا كلنا في الشتا بنبقى عايزين حاجات ننقنق فيها، وحاجات ناكلها مع الشاي، وحاجات ناكلها مع الشاي بلبن، ويعني طول الليل عايزين حاجة كده نتسلى فيها. ما لقيتش أحلى ولا أطعم من دي أجيبها لكم، ولا هنشتريها من الأفران بعد كده، ولا هنحبها بعد كده نجيبها من برّه. خلّينا نشوف هنعمل إيه مع بعض. أول حاجة زي ما أنتم شايفين كده أنا حطيت كوبايتين من الحليب في طبق وحطيتهم في الميكروويف، أنا عايزاهم يبقوا دافيين مش سخنين، خلاص كده دافيين بس. هنا كمان عندي كوباية من الزيت وهاحط عليها كمان كوباية من السمنة. تقدري تحطي كوبايتين من الزيت او كوبايتين من السمنه، او كوبايه من السمنه على كوبايه زيت زي ما انا عملت كده بالظبط. عشان تدينا، انا حطيت سمنه عشان تديني طعم حلو، بس لو متوفر الزيت بس عادي جدا اعملي بالزيت، المهم ان المقدار بتاعنا هما كوبايتين من الماده الدهنيه. تمام كده. خلاص. هحط بقى الكوبايتين دول على بعض، السمنه على الزيت، وبرضه هدخلهم الميكرويف ان هم بس يسيحوا مش يسخنوا. انا مش عايزاهم يبقوا سخنين بيغلوا، لا انا عايزاهم بس يسيحوا يفكوا السمنه دي مع بعض وتفك وخلاص كده. هدخلها الميكروويف بقى واطلع الحليب. خلاص جبت بقى معايا كوبايتين الحليب، هنزل عليهم زي ما انتم شايفين كده. انا بقول لكم ان احنا لما نحط صباعنا فيها كده تبقى بنستحملها مش سخن دافي. حطيت فيها معلقتين كبار من السكر، واحط عليهم حوالي معلقتين كبار برضو من الخميره بالشكل ده. هندوب بقى كل ده مع بعض. طبعا انا حطيت معلقه والمعلقه التانية وقعت مباشر، يعني ما استنيتش ان انا احطها. فالمهم ان المقدار بتاعنا معلقتين من الخميره على كيلو الدقيق. هنضرب بقى كل ده مع بعض، السكر مع الحليب والخميره. هضربهم كويس وبعد كده هركنهم على جنب واسيبهم لحد ما يختمروا في ثواني بس على ما نجهز المواد الجافه. نجيب بقى البوله بتاعتنا ونجيب معايا كيلو من الدقيق، ده دقيق فاخر متعدد الاستخدامات، اسمه دقيق كويتي. طبعًا عايشين في السعودية كلّهم هيبقوا عارفينه، ده أفضل نوع باعمل بيه كل حاجة، سواء المعجنات أو الكحك أو البسكوت أو أي حاجة من الحاجات دي، ده أفضل نوع فيها الدقيق الكويتي ده. جرّبت أنواع كتير ما لقيتش أحلى من ده بصراحة. حطيت عليه شوية من الفانيليا بما إن ما فيش ريحة الكحك، وحطيت كمان معلقتين كبار من السمسم. معايا هنا البيكنج باودر ده أنا باجيبه بالكيلو كده من ملتقى الخبازين، أخدت منه نُص معلقة كبيرة. يبقى كده المواد الجافة بتاعتنا كيلو من الدقيق، حطيت عليهم شوية من الفانيليا، معلقتين كبار من السمسم، نُص معلقة من البيكنج باودر. خلاص. هاقلبهم بقى كلّهم مع بعض كده، وبعد كده هنطلّع السمنة بتاعتنا من الميكرويف زي ما انتم شايفين كده. السمنة والزيت صحوا مع بعض، ونبدأ بقى ان احنا نقلب كل الكلام ده مع بعضه. احنا مش هنبسها، هي مش كحك، الكحك هو اللي بيتبس. بس احنا هنقلبها كويس جدا لحد ما نتأكد ان كل حاجة اختلطت ببعض. انا عايزه في الخطوه دي السمنه تتشرب الدقيق كله، الدقيق يعني يتشرب السمنه كلها، ويبقى كله مختلط ببعضه زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي كده. اهم حاجه نقلبهم كويس جدا جدا، ما يبقاش فيها اي دقيق باين خالص. هبدا بقى ان انا اقلبها بايدي كده، شايفين انا بلمها بس مش ببس فيها. انا مجرد بس بقلب الدقيق مع السمنه بالشكل ده كده. خلاص شايفين كده ما شاء الله انا لميته كله بالشكل ده اهو، ما بقاش فيه اي دقيق نهائي. انا بوريكم بنفضل نجيب من تحت لفوق كده ونتاكد ان ما فيش فيها اي دقيق لسه باقي، وخلاص كده تبقى جاهزه معانا. مش بنعجنها ولا حاجه. في الوقت ده بقى هجيب اللبن بتاعي اللي احنا كنا حاطين عليه الخميره اهو. ما شاء الله اختمر بالشكل ده كده. ودايما حاولوا ان انتوا تعملوا الخطوه دي، ما تحطوش الخميره مباشر على الدقيق، عشان اوقات بتبقى الخميره بتبقى مش مظبوطه فهتبوظ معاك الوصفه كلها. هبدا بقى ان انا بس انا بلم العجينه بالحليب، يعني مجرد العجينه ما تتشرب الحليب خلاص كده. شايفين انا كده بوريكم قوام العجينه وملمسها. انا حطيت حوالي كوبايتين الا ربع من الحليب، وطبعا كمية الحليب بتختلف على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. يعني ممكن تحتاجي الكوبايتين كلهم، ممكن اقل ممكن اكتر، على حسب نوع العجين على حسب نوع الدقيق بتاعك. المهم ان انت تحطيه لحد ما العجينة تتلم معاكي كده بالشكل ده. خلاص يعني مجرد ما هي تتشرب الحليب بالشكل ده كده، هنلمها ونسيبها على جنب لحد ما تختمر. مفيش، هتلاقيها 10 دقايق ولا حاجة وهتلاقيها خمرت. تبدأي تشتغلي فيها على طول بالشكل ده. شايفين هي كده اتلمت وبقت ملساء ازاي؟ انا كمان بوريها لكم. لما تبقى العجينة معاكي طرية كده ومش مشققة يبقى كده العجينة بتاعتك مظبوطة. لقيتيها مفرولة وبتشقق معاكي يبقى العجينة بتاعتك ناقصة دهان، والدقيق بتاعك هيبقى محتاج دهان زيادة. عادي جدا في المرحلة دي تسيحي معلقة سمنة وتحطيها أو شوية من الزيت، وتقلبيهم في العجينة وخلاص لحد ما توصلي للقوام اللي هو ده.
ما تبقاش العجينة مشققة ومفرولة في ايدك. تمام، هركنها على جنب بقى تختمر. ونيجي للعجوة اللي احنا هنستخدمها. حطيت معلقة من السمنة كبيرة كده، معلقة من السمنة البلدي، وسيحتها في الميكرويف. تمام، هجيب بقى العجينة بتاعة التمر. العجينة دي اكيد بتبقى عندنا في مصر بتتباع بالكيلو. هجيب بقى هنا بتتباع اكياس زي ما انتم شايفين كده. هجيب العجينه واخد تقريبا نصها او تلات ارباع الكيس، وهنزله في السمنه. والخطوه دي اختياري، ممكن ما تحطش عليها سمنه، بس انا حطيت سمنه عشان تديها طعم احلى. هنحط بقى السمنه، العجوه في السمنه، ونبدا ان احنا نعجنها مع بعض لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. نجهز بقى مع بعض طريقة الفرد بتاعتنا. أول حاجة هي بجيب أكياس تلاجة وبقسمها من تحت، يبقى قطعها من تحت وبقطعها من الجنب بالشكل ده، زي ما أنا بوريكم كده، عشان لما أفردها تبقى كده. دي كده ليه أنا بعملها؟ عشان تسهل عليا وأنا بنقل التمر. يعني أنا هحط دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، هاخد قطعة من التمر واحطها على الكيس اللي احنا فتحناه بالشكل ده، وابدأ ان انا افردها واحط عليها الطبقة التانية بتاعة الكيس، وافردهم مع بعض بالشكل ده. شايفين؟ دي كده تسهل علينا واحنا بننقلها، وتسهل علينا واحنا بنحطها على العجينة. احنا عايزين نعمل مع بعض القرص بتاعة الافران، اللي هي الكعب الغزال، اللي تبقى عليها سمسم ويبقى شكلها تحفة جميلة قوي من بره، وبتبقى حلوة جدا جدا. هنعملها في البيت بطريقة سهلة جدا زي ما انتم شايفين، ما خدتش مننا اي حاجة. حاجة سهلة وسريعة وجميلة ونضيفة، ده الاهم. واوفر طبعا من بره، يعني دي حاجة مفروغ منها. هبدأ ان انا افردها بالنشابة كده او باي حاجة زي ما انتم شايفين، لحد ما نخليها مسطحة بالشكل ده كده. بشيلها زي ما هي كده، وبركنها على جنب لحد ما افرد العجينه بتاعتي. العجينه هنا ما شاء الله اختمرت معايا بالشكل ده كده، وبقت مثاليه جدا. ههبط بقى كل الخمر اللي فيها ده، وبعد كده هاخد منها الجزء اللي احنا هنستخدمه، ونركن الباقي على جنب ونغطيه، ما نسيبهاش مكشوفه عشان ما تنشفش مننا. انا هنا بوريكم ان العجينه طريه وحلوه جدا، مش ناشفه ولا مفروله ولا اي حاجه. هبدا بقى ان انا دلوقتي افرد العجينه بتاعتي بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. نفردها بقى بالنشابة بالشكل ده. انا عايزاها يكون سمكها رفيع شوية، عشان احنا لسه هنلفها رول. فلما نلفها ما تبقاش الطبقات بتاعتها سميكة. فهنلفها، هنفردها كده بالنشابة، عشان تكون متساوية معانا، ونحاول ان احنا نعملها بشكل مستطيل عشان تبقى اللفة معانا مظبوطة. وكمان لما نحط فيها العجوة تبقى كلها العجوة متوزعة فيها كويس. خلاص، بعد ما فردتها بالشكل ده كده بقى، هجيب العجوة اللي احنا كنا فردينها وسايبينها على جنب، وهبدأ ان انا اشيل الاكياس اللي عليها دي، واحطها عليها. هتتشال معايا بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده، ما بتلزقش فيها ولا اي حاجة خالص. شايفين بالشكل ده؟ وبشيل الكيس وبقوم قلباه كده بكل سهولة. هبدأ بقى دلوقتي ان انا بعد ما اشيل الكيس اشيل كل الزيادات بتاعة العجين. يعني في هنا عندي عجين زيادة اهو، طالع ازيد من العجوة. هبدأ ان انا اشيله بالشكل ده، واسوي العجينة بتاعتي. بلفها بالطرف من كل الاتجاهات كده بالشكل ده. وانا بلفها بلمها، لو لقيت حاجة لازقة في الرخامة بلمها برضو بايدي كده وبضغط عليها. هتلاقي العجينة بتتلم معاكي وبتتلف بكل سهولة بالشكل ده. احنا طبعا مش هنلفها كلها، انا بلفها لحد النص بس، وبعد كده بقسمها، والجزء التاني بعمل بيه واحدة كمان، رول تاني، زي ما هتشوفوني كده دلوقتي. انا هنا بس كنت بلمها كده، وبلم العجينة اللي كانت لازقة في الرخامة، وهبدأ ان انا اقسمها بالشكل ده. حلوة جدا، بتنفع في الفطار وبتنفع في العشاء، بتنفع في اي وقت، بتنفع مع كوباية شاي، مع كوباية شاي بحليب، لذيذة جدا جدا. هبدأ بقى ان انا الم العجينة بتاعتي بالشكل ده كده، وان انا اعملها رول زي ما انتوا شايفين كده. انا مش هبططها ومش هعمل فيها اي حاجة، انا بس مجرد ان انا بلمها على بعضها وبتأكد ان هي كلها قفلت على بعض بالشكل ده. اجيب بقى السكينة بتاعتي وان انا اقطعها. انا بقطعها بالجنب كده شوية، تقدري تقطعيها التقطيع اللي انت عايزاه زي ما انتوا شايفين كده. هوريها لكم دلوقتي برضو بعد ما قطعتها. شايفين ما شاء الله بتبقى ملفوفة على بعضها كده، والعجوة داخلة فيها كلها. تاني حاجة بقى هنعملها دلوقتي، معايا هنا شوية من الحليب وشوية من السمسم. باخد واحدة واحدة انزلها في الحليب بس لمجرد ان هي تلمس الحليب، وبعد كده بحطها في السمسم. اول حاجة الحليب بيديها لون احمر حلو، وكمان بيخلي السمسم يلزق فيها.
انا ليه ما رصيتهاش وبعد كده دهنتها حطيت عليها سمسم؟ لان كده مبقاش عليها سمسم كتير زي بتاعه الافران. انا عايزاها تديني نفس الشكل ونفس النتيجه، فعشان كده حطيتها في الحليب بالشكل ده، وبعد كده حطيتها في سمسم غزير زي ما انتوا شفتوا. هبدأ بقى دلوقتي ان انا الم معاكم العجينة التانية بنفس الطريقة. انا هنا بوريها لكم بالراحة خالص اهو. ببدأ ان انا المها بالشكل ده كده، شايفين؟ وبلم اي عجينة تكون على الرخامة، نقفلها كويس وبعد كده نعملها رول بالشكل ده. وهنقطعها برضو نفس التقطيعة ونعمل فيها نفس الطريقة بالظبط. بسيبها اللي هي تختمر بس حوالي 10 دقايق على ما الفرن بتاعي يسخن. وبعد كده بكون مولعة الفرن من تحت بس على درجة حرارة عالية، وبسيبها على الرف اللي هو اللي قبل الأخير، بحطها على الرف اللي قبل الأخير وبسيبها حوالي نص ساعة. أول ما بتحمر من تحت وبلاقيها إن هي خلاص دخلت في السوا، بقوم فاتحة عليها الشواية وأنا واقفة قدامها تاخد لون بسيط كده، وخلاص كده بتبقى تمام معايا واستوت. هنا انا كنت عملت شويه من القراقيش الساده، كمان عملت كام قرصه كده، الولاد كانوا عايزين قرص بالعجوه. عملت كام قرصه كده العجينة ما بالشكل شاء ده. ده. الله اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه، شايفين؟ بتتلم معانا بكل سهولة، طرية زي الملبن، لا بتشقق ولا بتتفتح معايا ولا مفرولة ولا أي حاجة. دي ما شاء الله الكمية اللي أنا عملتها من الكيلو، ما شاء الله كمية كبيرة. ودي كانت النتيجة بعد ما خرجت من الفرن، شايفين حمارها فوق وتحت؟ ولا طعمها بجد وهمي، طعمها تحفة تحفة تحفة. جربوها والله، مقادير مظبوطة بالملي، أحسن مليون مرة من اللي هتشتريها من بره. ما شاء الله عملت معانا كمية حلوة جدا، موفرة جدا جدا، وغير كده لذيذة ونظيفة وواثقين فيها. أتمنى إن انتوا تجربوها إن شاء الله وتعجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير. سيبكم في رعاية الله، باي باي.